السلام عليكم. لسه بقى مكملين مع بعض كده وصفات المدارس السهلة والبسيطة والاقتصادية وفي نفس الوقت كمان طعمها لذيذ جدا. وصفة النهاردة كمان بقى تنفع للفطار أو العشاء، وبالذات في الفطار لما نكون مستعجلين وعايزين نفطر حاجة تكون سهلة وسريعة وفي نفس الوقت يكون طعمها جميل، وكمان تعتبر البديل الأوفر والأمثل لسندوتشات المدرسة. هنعمل النهاردة مع بعض إن شاء الله فطاير جميلة جدا بحشوة جميلة وبسيطة، وفي نفس الوقت مكوناتها مغذية جدا. تعالوا بينا على طول نبدأ بالطريقة والمقادير، بس قبل ما نبدأ عايزاكم تعملوا لايك للفيديو ده على طول علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. وكمان لو لسه مش مشتركين في القناة اشتركوا فيها وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم الإشعار بكل الوصفات الجديدة. تعالوا بينا نبدأ. هنسمي الله، وزي ما اتفقنا كده مع بعض في أول الفيديو إن مقادير النهاردة بسيطة جدا وكمان اقتصادية. معايا هنا طبق عميق أضيف فيه معايا كوباية من مية دافية، هضيف معايا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية وكمان معلقة كبيرة من السكر، هضيف كمان معاهم معلقة كبيرة من الخل، ومعايا كمان معلقتين كبار من السمنة وكمان ينفع زيت. بعد بقى ما ضفنا كل المكونات دي هقلبها كده كويس جدا مع بعض. وبس كده، بعد بقى ما قلبنا كل المكونات دي كده كويس مع بعض هضيف كده عليهم كمان رشة من الملح، وكمان معايا معلقة كبيرة من الحليب البودر او اللبن بودر. طعمها يا جماعة بيفرق جدا في الوصفة بتاعتنا النهاردة. هقلبهم بقى كمان كده حوالي دقيقتين مع بعض. بعد بقى ما خلطنا كل المكونات كويس جدا مع بعض هبدأ بقى كده اضيف الدقيق. معايا هنا نص كيلو من الدقيق، والدقيق يا جماعة انخله كويس جدا قبل ما ابدأ استخدمه، وكمان استخدم دقيق تكون نوعيته كويسة. هضيف بقى الدقيق بتاعي كده على مرتين او ثلاثة زي ما حضراتكم كده شايفين. هضيف كده كمية من الدقيق في الاول خالص وبقى اقلبها كويس جدا لحد ما الدقيق بتاعي يختفي تماما، وبعد كده ابدأ اضيف كمية كمان زي ما حضراتكم كده شايفين معايا. وهنا ضفت كده كمية كمان من الدقيق وهبدأ كده اقلبها كويس جدا. هنشيل بقى المضرب اليدوي وابدا اضيف بقى كده الكميه كلها اللي موجوده معايا، وهبدا استخدم ايدي علشان اقدر اتحكم كويس جدا في العجينه بتاعتي. هعجن بقى كده فيها 5 دقايق لحد الدقيق بتاعي كده مختفي تماما، وكمان نوصل لقوام العجينه المظبوط، عجينه لينه وطريه وبتلزق كده في الايد بسيط. وبس كده، ده كده هيكون شكل قوام العجينه بتاعتي بعد ما عجنت فيها كده حوالي 5 دقايق. بصوا بقى معايا ما شاء الله عجينه لينه وطريه وبتلزق كده في الايد بسيط. هنجيب بقى طبق تاني وندهنه كده معلقه صغيره من الزيت. الزيت هنا يا جماعة بيساعد العجينة بتاعتي تختمر بسرعة، وكمان مش تلزق في الاسترتش راب بعد ما نغطيها. هنجيب بقى العجينة بتاعتنا ونحاول كده ندهن وشها كويس جدا بالزيت، وبعد كده نغطيها. بعد بقى ما نغطيها يا جماعة نسيبها كده في مكان دافي حوالي ساعة لحد ما تختمر معايا او حجمها يتضاعف. وطبعا الجو حر فهي مش هتقعد وقت كتير. وده كده هيكون شكل العجينة بتاعتي بعد ما اختمرت، بقت معايا بالشكل ده. بصوا بقى معايا ما شاء الله ارتفعت قد ايه. هبدأ كده اشيل من عليها الغطا وافرغها كده من الهواء كويس جدا. وبس كده هحطها بقى على سطح العمل او الرخامه، وابدا بقى اشكلها او اقطعها كور صغيره. حجم القطعه هنا يا جماعه زي ما انتوا عايزين، يعني ممكن تكبروها او تصغروها عن كده زي ما انتوا عايزين. هاخد كده قطعه من العجين والفها كده على ايدي بسيط، وبعد كده اللي اكورها او الفها كده على الرخامه زي ما حضرتك كده شايفين معايا. ده كده هيكون شكلهم كلهم بعد ما خلصتهم. هغطيهم بقى لحد ما ابدا اشتغل فيهم. زي ما انتوا شايفين معايا لحد هنا كده الطريقه سهله جدا وبسيطه وما فيهاش اي تعقيدات خالص. تعالوا بقى نشوف الحشوة بتاعتنا الجميلة والسهلة والبسيطة اللي هنحشي بيها الفطاير بتاعتنا النهاردة، وفي نفس الوقت كمان مغذية جدا. اجيب كده طبق فاضي واضيف كده فيه دول حوالي كده جزرتين يا جماعة انا بشرهم بالشكل ده. هضيف كده عليهم زيتون، معايا هنا زيتون اخضر واسود طبعا مخلي. معايا بقى هنا جبنة، الجبنة هنا يا جماعة اي نوع جبنة تقدروا تستخدموه، يعني الموجود عندك ضيفيه. بعد ما ضفت الجزر والجبنة والزيتون هقلبهم بقى كويس جدا مع بعض زي ما حضراتكم كده شايفين معايا. وبس كده، بعد بقى ما جهزنا الحشوة اللذيذة بتاعتنا النهاردة تعالوا نشوف هنشكل القطع بتاعتنا او الفطاير بتاعتنا ازاي. هناخد كده يا جماعة قطعة من العجين وافردها كده بايدي بسيط على الرخامة، وبعد كده اجيب الفرادة وافردها بيها بالشكل ده. هي طبعا هنا بتتفرد معايا بكل سهولة علشان انا سبتها كده ارتاحت معايا حوالي 5 دقايق. بعد ما فردنا قطعة العجين دايرة بالشكل ده هنجيب كده معلقة من الحشوة ونحاول نقفل عليها زي ما حضرتك كده شايفين معايا. انا عملتها كده على شكل مثلث، يعني اقفل طرفين كده مع بعض وبعد كده اقفل الطرف التاني زي ما حضرتك كده شفتوا. هي طريقة سهلة جدا ومفيهاش اي تعقيدات خالص.
تعالوا نعمل مع بعض واحدة تاني كمان بسرعة. هناخد كده قطعة من العجين وافردها الاول كده بايدي بسيط، وبعد كده افردها بالفرادة زي ما حضرتك كده شايفين. هجيب بقى كده معلقة من الحشوة واخد كده طرفين مع بعض واقفلهم كويس جدا، وبعد كده اقفل الطرف التالت عليهم بالشكل ده. اهم حاجة نقفل كده الاطراف كويس جدا علشان الحشوة بتاعتي مش تخرج معايا وقت التسوية. وبس كده هكملهم كلهم كده بنفس الطريقة. هناخد كده قطعة من العجين ونفردها كويس جدا على الرخامة، وبعد كده نضيف لها الحشوة. اهم حاجة يا جماعة نقفل عليها كويس جدا. هي مجرد بس ما تعملي واحدة او اتنين هتلاقي نفسك عملتيهم كده بسرعة ورا بعض، ومش هياخدوا وقت معاكي خالص. بجد يا جماعة فعلا فطاير النهاردة من أجمل وأسهل الفطاير بجد اللي ممكن تجربوها. وتنفع كمان في حاجات كتير جدا، تنفع للمدارس سندوتش بديل ليها كويس جدا، تنفع كمان للفطار للعشاء. خارجين رحلة تاخدوها معاكم، يعني هي في كل الحالات ممتازة. وكمان يا جماعة في نفس الوقت مقاديرها اقتصادية جدا وموفرة، يعني بجد نص كيلو دي هيعمل معاكي كمية حلوة جدا. وكمان ممكن تعملي منها كمية وتشيلها في الفريزر وتطلعيها كده تسخنيها قبلها بوقت، قبل يعني ما تستخدميها هيبقى كأنك لسه عاملاها حالا. بعد ما شكلت كل تشكيل القطع الموجودة معايا هسيبهم بقى كده حوالي تلت ساعة لحد ما يبدأوا يختمروا معايا أو حجمهم يرتفع. وده كده هيكون شكلهم بعد ما سبتهم كده حوالي تلت ساعة. هجيب بقى كده معلقة من الحليب أو لبن وادهن بقى وش الفطاير بتاعتي. بجد يا جماعة بتديها لون حلو جدا بعد التسوية. معايا بقى هنا كمان حبة البركة، أبدأ كده أضيفها على وش الفطاير، بتديها يا جماعة شكل حلو جدا وكمان طعم جميل. وده كده هيكون الشكل النهائي للفطاير بتاعتي قبل ما أدخلها الفرن. بصوا معايا ما شاء الله. هندخلها بقى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200، وكمان هحطها في الرف الأوسط وهكون النار مشغلينها من تحت بس. وقت التسوية بتاعها كده في الفرن هيكون من 25 ل30 دقيقة. اول ما نلاقي كده الجوانب بتاعتنا بدأت تحمر او تاخد لون هنطفي النار من تحت ونشغل كده عليها شواية حوالي 5 دقايق. بس اهم حاجة يا جماعة اول ما نشغل كده الشواية عليها هناخد بالنا جدا عشان طبعا بتاخد لون بسرعة. وطبعا يا جماعة كل واحد على حسب الفرن عنده. وده كده هيكون شكلها بعد ما طلعتها من الفرن. بصوا معايا ما شاء الله واخده لون ذهبي وجميل جدا، وفي تسويه كمان ممتازه جدا. والفطاير بتاعتنا كمان طالعه هشه ولذيذه وطريه. بصوا معايا طريه قد ايه. وده كمان كنت لسه مغطيتهاش. بعد كده اغطيها بقى كده واسيبها حوالي 5 دقايق، وبعد كده ابدا اطلعها من الصاج بتاعها او ارصها كده في صينيه او طبق. بصوا هنا معايا ما شاء الله هشه وخفيفه ولذيذه جدا، والتسويه كمان ممتازه. بجد يا جماعة فطاير النهاردة من أجمل وأسهل وصفات الفطاير اللي ممكن تجربيها. سهلة وبسيطة في مكوناتها، وكمان حشوتها لذيذة جدا، والنتيجة في الآخر بتطلع روعة زي ما انتوا شايفين معايا كده. لو انتوا بقى من الناس اللي بتدور على الوصفات اللي تكون سهلة وسريعة وفي نفس الوقت ما تكونش مكلفة، بجد مش هتلاقوا أجمل من الوصفة دي انكم تجربوها. ممكن كمان تعملوا منها كمية كبيرة وتشيلوها في الفريزر. تعالوا بقى نفتح واحدة كده مع بعض علشان نشوف هي قد ايه فعلا هشة وخفيفة جدا من جوه. بصوا بقى معايا ما شاء الله مفرغة ازاي من جوه وهشة وخفيفة جدا، وكمان الحشوة ممتازة. يلا بقى بسرعة جربوا الوصفة بتاعتنا النهاردة دي بنفس الطريقة ونفس المقادير، وانا متأكدة بجد ان شاء الله ان هي هتعجبكم. هسيب لكم مقادير الوصفة كلها مكتوبة في الوصف تحت الفيديو. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجربها. لو انتوا بقى من الناس اللي بتحب الوصفات اللي بتكون سهلة وبسيطة وسريعة وفي نفس الوقت يكون طعمها حلو ولذيذ، اعملوا بقى لايك للفيديو ده على طول علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. وكمان لو انتوا اول مرة تشوفوا القناة اشتركوا فيها وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم الاشعار بكل الوصفات الجديدة. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.